نصل إلى فسحة الحوار أديب في ريتويت عن ضيفة اليوم انتصار عبد الجليل، مقدمة نشرة الأخبار باللغة الفرنسية على التلفزيون اليمني، صاحبة الفيديو الذي سجل آلاف المشاهدات والتعليقات الساخرة على شبكات التواصل. نستعيد جزءا منه. Vérification de conditions de la santé du monsieur d'oiseau emporté au Yémen par les tests nécessaires la certification de maladie et de bonne santé d'animaux emportés. هناك من يرى أن انتصار شوهت اللغة الفرنسية، وهناك من يرى أنها ربما لكنة أهل البلد في لفظ اللغات الأجنبية، أما هي فترى الأمر من منظارها الخاص. الفيديو بالمناسبة عمره سنة ونص. كيف عاود الانتشار؟ هذه انتصار. والله لا أعرف يعني إيش السر الانتشار والهجمة الشرسة اللي يعني لحقتني. اتصل علي أحد الزملاء الصحفيين يقول لي انتصار فيديو بتاعك بنشر إحدى النشرات القديمة، ومش عارفة يمكن ينتقدوا اللهجة أو إنه في زي الدلع زي النغمة حاجة زي كده، يعني منتشر بشكل فظيع عن فيديو انتصار عبد الجليل ينتقدوها باللغة الفرنسية. دعيني أقول لك أن الأغلبية العظمى من التعليقات اعتبرت أنك لا تتقنين اللغة الفرنسية. أنت شو رأيك؟ أنا أقول واثقة الخطوات يمشي ملكا. أنا واثقة من نفسي أنني أقدم اللغة الفرنسية بشكل جيد. أنا درست لغة فرنسية أدب فرنسي بكلية الآداب، وأطمح أني أطور من نفسي وذاك للآخرين يتحدث كما يشاء. فأنا واثقة من نفسي ثقة عمياء 100%. طيب بس هناك أشخاص كمان انتقدوا طريقة اللفظ. يمكن سبحان الله يعني كل إنسان له أخطاء، يعني نحن نطور من أنفسنا، بس إنه درجة إنه يعني يثير السخرية والاشمئزاز، وإنه يعني هذا النشرة الفرنسية مش صحيحة ويثير الضحك والسخرية. ما أعتقد إنه هذا الكلام صحيح. قدمت النشرة الفرنسية كويس، يعني نحن قدمنا إلى امتحانات من قبل أساتذة ودكاترة يعني باللغة الفرنسية. فأنا طلعت عفوا عايزة أقول لك حاجة. نعم. أنا قبل ما أقدم نشرة فرنسية في قناة عدن فضائية كانت أقدم برنامج في الإذاعة البروجرام في اليمن منذ 10 سنين كده. يعني أنا طلعت وأنا قدمي أصلا درست من قبل. يعني كيف تم اختيارك؟ نعم. كيف تم اختيارك لتقديم نشرة الأخبار باللغة الفرنسية؟ تم اختياري، خضعنا لامتحانات حاجة زي كده واختبارات، وقالوا لي الأساتذة يعني القائمين على اللغة الفرنسية. تم اختياري على حسب إمكانياتي يعني المطلوبة والجيدة. كيف تلقيت خبر تفاعل رواد شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية؟ تلقيت الخبر يعني شوية في البداية زعلت. بعدها قلت أنا دائما الشجرة المثمرة هي التي ترمى. قد أكون تتمحط أنظار الآخرين، هذا فخر لي. ما أكثر التعليقات التي أزعجتك؟ يعني إنه المغاربة يستهزئون مني أثير الضحك إني لا أجيد اللغة الفرنسية، وكأنه يعني أنا لا أجيدها بالخالص، يعني استهزاء. بس أنا سأحاول إن شاء الله يعني جاهدة أطور من نفسي لكي يعني أصبح يعني أفضل من كده. وين بتحسي عندك نقص بهالمسألة بالذات؟ طوري. يعني كان نوع ما يمكن اللكنة أو حاجة زي كده، حاجة بسيطة. كثير من الناس بالغوا يعني في هذا الكلام. في أخطاء سبحان الله، من لا يخطأ أصلا، كل إنسان يخطأ. والله حتى كثير يعني حتى يقدموا باللغة العربية هم يخطئون في اللغة العربية، تبارك في اللغة الفرنسية. جميع المواقع الإلكترونية تتكلم عني. تحرصين على متابعة كل ما يقال وكل ما يكتب من تعليقات؟ أيوة. يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ يعني أنا أتابع، يقول هذه آراء الآخرين حاجة زي كده، عادي مثال خير يتكلم. يعني واثق الخطوات يمشي ملكان. بدك تقولي شيء بعد؟ أتمنى إنه يعني لكن يعني سبحان الله دورة لفرنسا تطور من نفسي. هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم. نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع ريتا خوري. أو إنه في زي الدلع زي النغمة حاجة زي كده، يعني منتشر بشكل فظيع عن فيديو انتصار عبد الجليل ينتقدوها باللغة الفرنسية. دعيني أقول لك أن الأغلبية العظمى من التعليقات اعتبرت أنك لا تتقنين اللغة الفرنسية. أنت شو رأيك؟ أنا أقول واثقة الخطوات يمشي ملكا. أنا واثقة من نفسي أنني أقدم اللغة الفرنسية بشكل جيد. أنا درست لغة فرنسية أدب فرنسي بكلية الآداب، وأطمح أني أطور من نفسي
وذاك الآخرين يتحدث كما يشاء. فأنا واثقة أن فيه ثقة عمياء 100%. طيب بس هناك أشخاص كمان انتقدوا طريقة اللفظ. يمكن سبحان الله يعني كل إنسان له أخطاء، يعني نحن نطور من أنفسنا، بس إنه درجة إنه يعني يثير السخرية والاشمئزاز، وإنه يعني هذا النشرة الفرنسية مش صحيحة ويثير الضحك والسخرية. ما أعتقد إنه هذا الكلام صحيح. قدمت النشرة الفرنسية كويس، يعني نحن قدمنا إلى امتحانات من قبل أساتذة ودكاترة يعني باللغة الفرنسية. فأنا طلعت عفوا عايزة أقول لك حاجة. نعم. أنا قد ما قدم نشرة فرنسية في قناة عدن فضائية، كانت تقدم برنامج في الإذاعة البروغرام في اليمن منذ 10 سنين كده. يعني أنا طلعت وأنا قدمي أصلا تدرست من قبل يعني. كيف تم اختيارك؟ نعم. كيف تم اختيارك لتقديم نشرة الأخبار باللغة الفرنسية؟ تم اختياري، خضعنا لامتحانات حاجة زي كده واختبارات، وقالوا لي الأساتذة يعني القائمين على اللغة الفرنسية. تم اختياري على حسب إمكانياتي يعني المطلوبة والجيدة. كيف تلقيت خبر تفاعل رواد شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية؟ تلقيت الخبر يعني شوية في البداية زعلت. بعدها قلت أنا دائما الشجرة المثمرة هي التي ترمى. قد أكون تطمح أنظار الآخرين، هذا فخر لي. ما أكثر التعليقات التي أزعجتك؟ يعني إنه المغاربة يستهزئون مني أثير الضحك، إني لا أجيد اللغة الفرنسية، وكأنه يعني أنا لا أجيدها بالخالص، يعني استهزاء. بس أنا سأحاول إن شاء الله يعني جاهدة أطور من نفسي لكي يعني أصبح يعني أفضل من كده. وين بتحسي عندك نقص بهالمسألة بالذات؟ طوري. يعني يمكن نوع ما يمكن اللكنة أو حاجة زي كده، حاجة بسيطة. كثير من الناس بالغوا يعني في هذا الكلام. وفي أخطاء سبحان الله، من لا يخطأ أصلا، كل إنسان يخطأ. والله حتى كثير يعني حتى يقدموه باللغة العربية وهم يخطئون في اللغة العربية، تبارك في اللغة الفرنسية. جميع المواقع الإلكترونية تتكلم عني. تحرصين على متابعة كل ما يقال وكل ما يكتب من تعليقات؟ أيوة. يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ يعني أنا أتابع، يقول هذه آراء الآخرين حاجة زي كده، عادي الآخرين يتكلم يعني واثق الخطوات يمشي ملكان. بدك تقولي شيء بعد؟ أتمنى إنه يعني على يمكن يعني سبحان الله دورة لفرنسا تطور من نفسي. هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع التخوري. يعني هذا النشرة الفرنسية مش صحيحة ويثير الضحك والسخرية. ما أعتقد إن هذا الكلام صحيح. قدمت النشرة الفرنسية كويس، يعني نحن قدمنا إلى امتحانات من قبل أساتذة ودكاترة يعني باللغة الفرنسية. فأنا طلعت عفوا عايزة أقول لك حاجة. نعم. أنا قد ما قدم النشرة الفرنسية في قناة عدن فضائية، كانت تقدم برنامج في الإذاعة البروغرام في اليمن منذ 10 سنين كده. يعني أنا طلعت وأنا قدمي أصلا تدرست من قبل يعني. كيف تم اختيارك؟ نعم. كيف تم اختيارك لتقديم نشرة الأخبار باللغة الفرنسية؟ تم اختياري، خضعنا لامتحانات حاجة زي كده واختبارات، وقالوا لي الأساتذة يعني القائمين على اللغة الفرنسية. تم اختياري على حسب إمكانياتي يعني المطلوبة والجيدة. كيف تلقيت خبر تفاعل رواد شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية؟ تلقيت الخبر يعني شوية في البداية زعلت. بعدها قلت أنا دائما الشجرة المثمرة هي التي ترمى. قد أكون تطمح أنظار الآخرين، هذا فخر لي. ما أكثر التعليقات التي أزعجتك؟ يعني إنه المغاربة يستهزئون مني أثير الضحك، إني لا أجيد اللغة الفرنسية، وكأنه يعني أنا لا أجيدها بالخالص، يعني استهزاء. بس أنا سأحاول إن شاء الله يعني جاهدة أطور من نفسي لكي يعني أصبح يعني أفضل من كده. وين بتحسي عندك نقص بهالمسألة بالذات؟ طوري. يعني يمكن نوع ما يمكن اللكنة أو حاجة زي كده، حاجة بسيطة. كثير من الناس بالغوا يعني في هذا الكلام. وفي أخطاء سبحان الله، من لا يخطأ أصلا، كل إنسان يخطأ. والله حتى كثير يعني حتى يقدموه باللغة العربية وهم يخطئون في اللغة العربية، تبارك في اللغة الفرنسية. جميع المواقع الإلكترونية تتكلم عني. تحرصين على متابعة كل ما يقال وكل ما يكتب من تعليقات؟ أيوة. يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ يعني أنا أتابع، يقول هذه آراء الآخرين حاجة زي كده، عادي الآخرين يتكلم يعني واثق الخطوات يمشي ملكان.
بدك تقولي شي بعد؟ اتمنى انه يعني على كان يعني سبحان الله دوره لفرنسا تطور من نفسي. هذه امنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع ريتا خوري. تم اختياري، خضعنا لامتحانات حاجة زي كده واختبارات، وقالوا لي الأساتذة يعني القائمين على اللغة الفرنسية تم اختياري على حسب إمكانياتي يعني المطلوبة والجيدة. كيف تلقيت خبر تفاعل رواد شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية؟ تلقيت الخبر يعني شوية في البداية زعلت، بعدها قلت أنا دائما الشجرة المثمرة هي التي ترمى، قد أكون تطمح أنظار الآخرين، هذا فخر لي. ما أكثر التعليقات التي أزعجتك؟ يعني إنه المغاربة يستهزئون مني أثير الضحك إني لا أجيد اللغة الفرنسية، وكأنه يعني أنا لا أجيدها بالخالص، يعني استهزاء. بس أنا سأحاول إن شاء الله يعني جاهدة أطور من نفسي لكي يعني أصبح يعني أفضل من كده. وين بتحسي عندك نقص بهالمسألة بالذات؟ طوري. يعني كان نوع ممكن اللكنة أو حاجة زي كده، حاجة بسيطة. كثير من الناس بالغوا يعني في هذا الكلام، وفي أخطاء سبحان الله من لا يخطأ أصلا، كل إنسان يخطأ. والله حتى كثير يعني حتى يقدموه باللغة العربية هم يخطئون في اللغة العربية، تبارك في اللغة الفرنسية. جميع المواقع الإلكترونية تتكلم عني. تحرصين على متابعة كل ما يقال وكل ما يكتب من تعليقات؟ أيوة. يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ يعني أنا أتابع، يقول هذه آراء الآخرين حاجة زي كده، عادي متى يتكلم يعني واثق الخطوات يمشي ملكان. بدك تقولي شي بعد؟ أتمنى إنه يعني على كان يعني سبحان الله دوره لفرنسا تطور من نفسي. هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع ريتا خوري. أنظار الآخرين، هذا فخر لي. ما أكثر التعليقات التي أزعجتك؟ يعني إنه المغاربة يستهزئون مني أثير الضحك إني لا أجيد اللغة الفرنسية، وكأنه يعني أنا لا أجيدها بالخالص، يعني استهزاء. بس أنا سأحاول إن شاء الله يعني جاهدة أطور من نفسي لكي يعني أصبح يعني أفضل من كده. وين بتحسي عندك نقص بهالمسألة بالذات؟ طوري. يعني كان نوع ممكن اللكنة أو حاجة زي كده، حاجة بسيطة. كثير من الناس بالغوا يعني في هذا الكلام، وفي أخطاء سبحان الله من لا يخطأ أصلا، كل إنسان يخطأ. والله حتى كثير يعني حتى يقدموه باللغة العربية هم يخطئون في اللغة العربية، تبارك في اللغة الفرنسية. جميع المواقع الإلكترونية تتكلم عني. تحرصين على متابعة كل ما يقال وكل ما يكتب من تعليقات؟ أيوة. يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ يعني أنا أتابع، يقول هذه آراء الآخرين حاجة زي كده، عادي متى يتكلم يعني واثق الخطوات يمشي ملكان. بدك تقولي شي بعد؟ أتمنى إنه يعني على كان يعني سبحان الله دوره لفرنسا تطور من نفسي. هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع ريتا خوري. وين بتحسي عندك نقص بهالمسألة بالذات؟ طوري. يعني كان نوع ممكن اللكنة أو حاجة زي كده، حاجة بسيطة. كثير من الناس بالغوا يعني في هذا الكلام، وفي أخطاء سبحان الله من لا يخطأ أصلا، كل إنسان يخطأ. والله حتى كثير يعني حتى يقدموه باللغة العربية هم يخطئون في اللغة العربية، تبارك في اللغة الفرنسية. جميع المواقع الإلكترونية تتكلم عني. تحرصين على متابعة كل ما يقال وكل ما يكتب من تعليقات؟ أيوة. يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ يعني أنا أتابع، يقول هذه آراء الآخرين حاجة زي كده، عادي متى يتكلم يعني واثق الخطوات يمشي ملكان. بدك تقولي شي بعد؟ أتمنى إنه يعني على كان يعني سبحان الله دوره لفرنسا تطور من نفسي. هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع ريتا خوري. حتى يقدموه باللغة العربية هم يخطئون في اللغة العربية، تبارك في اللغة الفرنسية. جميع المواقع الإلكترونية تتكلم عني. تحرصين على متابعة كل ما يقال وكل ما يكتب من تعليقات؟ أيوة.
يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ يعني أنا أتابع يقول هذه آراء الآخرين حاجة زي كده، عادي مثال خليني يتكلم يعني واثق الخطوات يمشي ملكان. بدك تقولي شي بعد؟ أتمنى إنه يعني على إمكان يعني سبحان الله دورة لفرنسا تطور من نفسي، هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع التخوري. تعليقات؟ أيوة، يعني مثل واحد عم بيعذب نفسه هيك؟ يعني أنا أتابع يقول هذه آراء الآخرين حاجة زي كده، عادي مثال خليني يتكلم يعني واثق الخطوات يمشي ملكان. بدك تقولي شي بعد؟ أتمنى إنه يعني على إمكان يعني سبحان الله دورة لفرنسا تطور من نفسي، هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع التخوري. يتكلم يعني واثق الخطوات يمشي ملكان. بدك تقولي شي بعد؟ أتمنى إنه يعني على إمكان يعني سبحان الله دورة لفرنسا تطور من نفسي، هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع التخوري. إنه يعني على إمكان يعني سبحان الله دورة لفرنسا تطور من نفسي، هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع التخوري. هذه أمنيتي. إن شاء الله تتحقق أمنيتك انتصار. شكرا لرفقتكم، نلتقي في الغد في حلقة جديدة. ريتويت مع التخوري. رفقتكم